السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم لعبتك انمي. ما تنساش تتبعني وتشترك معايا، ولو ما شفتش الجزء اللي فات من مغامرات سون فروح شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا انه بيرجع للمستشفى وبعدها بتظهر رسالة من النظام بالمهمات اليومية. بعد ما بيعرف انه مجبر يعملها بتكون اول حاجة يعملها في يومه عشان ما يرجعش لمنطقة العقاب تاني. ولما يخلص المهمات بتاعته بيحصل على مفتاح للمغارة وبيروح يستكشفها وبيهزم الزعيم بتاعها، وبعدها بيرجع البيت. اخته بتشوفه وبتتفاجئ وبتقوله انت طولت وعضلاتك بانت، انت بتتمرن ولا ايه؟ بيبصلها وبيتوه كده وبعد شوية بتمشي. صاحب الشقة بيتصل على سون وبيقوله انت متأخر عن الإيجار 10 أيام. سون بيرد عليه بيقوله انا بعتذر عن التأخير وابعتلك الفلوس حالا. بس ازاي وهو لسه خارج من المستشفى؟ بس بيقعد بيدور على مهمة يجيب منها المصاريف اللي عليه. بيلاقي واحدة بيقرر انه يروح على طول. بيوصل على مكان المهمة، لقى 6 أشخاص بيقابلوه وبيقيمهم على طول، وبيعرف انهم من المستوى الثالث وفي منهم من المستوى الرابع، وعايزين حد بس يشيل الحاجات بتاعتهم. وكمان معاهم واحد حب يتعرف على سون اسمه جينو، ولابس دروع كتير جدا وشكلها غالية جدا يا صديقي. المهم بيدخل على المغارة مستغربين ان مفيش اي وحش في الطريق، بس بيدخلوا اكتر. سون في الوقت ده بيحلل كل حاجة بتحصل قصاده وبيركز جدا وبيعرف نوعية الوحوش وبيتهاجم منين. بيقول لهم على المكان اللي هتهاجم منه، بيضربوا على طول على الوحوش وبيهاجموا عليهم. الفريق كله مع بعض متمكنين جدا، وسون بيقول شكلهم مش اول مرة مع بعض. هو بيشوف اللي بيحصل وبيقتل اللي بيجي جنبه، لكن حاسس ان في حاجة مش طبيعية. ايوه، شكله الليفل عالي عشان بدأ يستنتج ان الفريق من 6 مقاتلين ومدافعين ومفيش اي معالج معاهم. المهم بيكملوا الطريق. جينو بيقول لسون احنا جامدين قوي، قدرنا نموتهم بسهولة. سون بيقول له خلي بالك بس من اللي هيحصل بعد كده. بيوصلوا عند مكان فيه كتير من شباك العنكبوت، قطعوها وبيدخلوا، وفي وحش كان نايم، والمكان فيه كتير من البلورات السحرية، وهي حاجة مهمة جدا وسعرها غالي جدا يا صديقي لو عرفوا يخرجوها. وطبعا الكل فرحان من اللي شايفينه. جينو بيتكلم مع سون ويقول له عن العقد عشان يوزعوا ما بينهم البلورات بالتساوي. بيروح جينو يكلم دونسك اللي هو القائد بتاعهم، قال له مفيش مشكلة هنعمل كده، بس قبل ما الزعيم يصحى لازم نخرج البلورات دي بسرعة. بيسأل صياد معاهم على أدوات التنقيب، يقول له أنا نسيت وسبتها برا. قال له تعالوا ونجيبها وخليكم انتوا الاتنين هنا، هنخرج بسرعة ونرجع. جينو بيقول له انتوا ازاي هتسيبونا هنا لوحدنا؟ الزعيم نايم لكن ممكن يصحى في أي وقت. بيقول له ما تقلقش، هو نايم وانا عارف انها اول مغارة ليكم، ده امر عادي، هنخرج على طول. وخرجوا فعلا وسابوه، ودمسك على وشه نظرة خبيثة وفرحة مش طبيعية. بيقوم الصياد منهم بتدمير مدخل الكهف وبيحبسهم جوه. سون فهم اللي بيحصل على طول وبيقول بيستغلوا اي حد جديد ويغزوا عليه زعيم المغارة، ويدخلوا هما ياخدوا كل البلورات السحرية بعد ما ينام. وعادي ده يحصل عشان اي حاجة بتحصل داخل المغارة محدش بيعرف بيها، وشكل دونسك بيعمل كده كتير. افتكر سون الكلام القديم اللي بيقول نفس الحكاية، ان في صيادين بيعملوا كده عشان يحققوا المكاسب بسرعة حتى لو حد مات. جونو مرعوب والزعيم المغارة بيصحى، وسون بيشوف الزعيم ولاحظ الفرق ما بينهم في القوة كبير، بس بيقول لنفسه عمرها ما هتكون زي المرة اللي فاتت. بيتحمس وبيرمي الشنطة على الأرض وشكل الليفل هيعلى. بيخرج دونسك والصيادين اللي معاه وبيقول لهم بعد ما يخلص عليهم زعيم المغارة هندخل ونخرج البلورات والوحش نايم، وانا عارف مكان هندخل منه بعد ما يخلص عليهم. وطبعا الكل فرحان من ذكاء القائد بتاعهم. بس وفي نفس الأثناء ديت كان سون واقف قدام الوحش وجينو واقف وراه، وبس كان مرعوب جدا وبيقول له انت مستحيل تقدر على الوحش ده. سون بيسمع الكلام ده لكن بيهاجم عليه بسرعة كبيرة وبيتفادى كل الضربات بتاعته بكل سهولة. مش بس كده، كمان بيهاجم عليه بكل قوته لكن للأسف مفيش أي تأثير على جسمه. وجينو في الوقت ده عرف إن سون مش صياد طبيعي وبدأ يخاف منه. وسون قصاده بيهاجم على الوحش لكن مش قادر يعمل أي حاجة، والتعب كمان بيزيد. لو فضل على كده استحالة يقدر يفوز عليه، لكن بيتحمس جدا وبيفعل مهارة الاندفاع الجديدة اللي اكتسبها، وبسرعة كبيرة جدا بيطير عليه وبيطلع من فوقه وبيضربه في راسه. لكن قوة وصلابة الوحش ده مش طبيعية،
مفيش أي تأثير عليه، بيرجع وبيهاجم عليه تاني مفيش فايدة، بيزيد سرعته كمان وكمان أكتر من الأول وخلاص هيوصله، لكن التعب بيوصل ل70 فجأة مش قادر يتحرك. قرب الوحش من فوق وسون مش قادر يتحرك وخلاص الوحش هيقضي عليه، لكن بيظهر إشعار إنه يقدر يستخدم الشفاء الكامل لجسمه. سون بيختفي من قدام الوحش والوحش بيضرب على الفاضي. سون من فوق الوحش بيهاجم عليه بكل قوة، بينزل على راسه وفي عينه بكل قوة مرة والتانية والتالتة وبيخلص عليه. أيوة الليفل عالي يا صديقي. جون مصدوم في مكانه وسون بعدها مستواه بيعلى أكتر وأكتر من الأول، وبياخد بلورة الوحش والفرحة والرضا باينين عليه. جونو بيخاف وبيحاول يعمل أي حاجة ترضيه، بيقدم له مية وبيروح يكسر في البلورات وبيقول له أنا بعد كده هشيل الشنط، أنت مش هتعمل أي حاجة. وسون بيبص له ومش فاهم اللي بيحصل. شوية وبيدخل دونسك وبينزل معاه الفريق وبيقول لهم شكله كان زعيم ضعيف عشان قدرتوا تهزموه، أكيد يا جونو أنت اللي هزمته. جونو بيسمع الكلام ومش قادر يرد. قال له عشان قدرت تعمل كده أنا هديلك فرصة، خلص على سون وهخليك تنضم للفريق وهسيبك تعيش ومش هقتلك. جونو مش عارف يعمل ايه، هروح ازاي؟ هما كانوا عايزين اموت، لو كده كده هموت يبقى خلاص. وبيروح قدام سون وبيقف قصادهم. دونسك قال له انت اللي اخترت، استعدوا للموت انتوا الاتنين، والفريق كله بيقرب منهم. وسون لسه بيستعد وفجأة رسالة من النظام بتظهر وتقول له لو ما قتلتش الستة دولت هتموت. وصياد منهم بيستغل انشغال سون وبيضربه ضربة قوية جدا بترمي سون ومش بيظهر منه غير رجليه. دونسك بيفرح جدا فاكر انه مات وبيقول لجينو عايز تموت انت كمان ولا هتيجي معانا؟ في الوقت ده سون بيفكر وبيقول ليه النظام طلب مني ان اقتلهم؟ وبيقول ايوه هي دي الحكاية، المغارة دي بيحكمها قانون الغابة، البقاء للأقوى، لو ما قتلتهمش هما يقتلوني، النظام بيستغلني وانا لازم استغله، لازم يموتوا. بيقوم سون دونسك بيشوفه واقف بيقول انت معرفتش تضربه شكلك كده. واحد بيقرب من سون وبيستهزأ بيه، لسه هيكمل كلامه سون بيقطع راسه. الكل بيتصدم، هو ايه اللي بيحصل؟ هو السلاح ده ظهر منين؟ وسون بيقول لهم واحد، والكل بدأ يهاجم عليه لكن بيتصدى الهجمات بتاعتهم وبيخلص عليهم واحد واحد، والباقي خايف منه لكن خلاص الليفل عالي وبيخلص عليهم كلهم. ودونسك مرعوب من اللي بيحصل. وسون بيقول له مفيش حد غيرك، اجهز عشان هتموت. وجونو بيقول ده بقى اقوى من اول، هو ايه اللي بيحصل؟ ودونسك بيعرف ان هو اللي قتل زعيم المغارة بيظهر قوته، وبيقول لنفسه حتى لو انت قوي جدا اكيد تعبت بعد هزيمة زعيم المغارة والصيادين. وبيقوم يهاجم عليه بكل قوته لكن سون بضربة واحدة بيكسر جسمه على الأرض. خلاص الليفل عالي. وبيترجى سون وبيقول له هديلك اللي انت عايزه، سيبني وانا هديلك كل فلوسي وكل البلورات هتبقى بتاعتك بس بتقتلنيش. سون بيقول له انت حاولت تقتلني 3 مرات وعايزني اسيبك؟ وبضربة واحدة بيطير دماغه. اكتملت المهمة وجينو شاف اللي بيحصل بيترعب، والمغارة بعد كده بتقفل والاتنين بيخرجوا. وواحدة من نقابة الصيادين بتسأل انتوا ازاي قدرتوا تخرجوا وانتوا اضعف منهم كلهم؟ اكيد في حاجة غلط. بس بعد ما شافت دروع جينو بتقول اكيد انت اللي قتلت زي من المغارة وانقذت الصياد اللي معاك ده. واليوم بيعدي على خير وجينو بيشكر سون وبيقول له مفيش حد هيعرف اللي حصل، اوعدك بكده. تاني يوم في نقابة الصيادين رئيس النقابة قاعد وبيدخل عليه واحد بيقول له في حاجة حصلت لازم تعرفها. بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له في حادثة غريبة حصلت في مغارة من المستوى التاني، 8 من الصيادين دخلوا وخرج منهم 2 بس، وكمان المغارة اتقفلت وزعيم المغارة اتقتل. يبص على الورق اللي في ايده بيشوف سون لكن مش بيهتم لانه عرف وتأكد بنفسه انه ضعيف قبل كده. بيشوف قائد الفريق بيطلع دونسك، واخو دونسك صياد قوي جدا وشكله هيعمل مشكلة. المهم سون قاعد في البيت وبياكل هو واخته والدنيا تمام. بعدها سون بيلاحظ حاجة غريبة انه بعد ما بيشرب اي حاجة جسمه بينقيها ومفيش اي تأثير عليه. بياخد بقى المشروبات وبيدخل جوه بيشرب لكن برضه مفيش اي تأثير، مجرد مية. وبيستنتج ان بسبب مهارة شجاعة الضعيف اللي اكتسبها في المغارة بتنقيه من الامراض والسموم. المهم بينام شوية، اخته بتصحيه بتقوله في واحد اسمه جينو عايزك بره. بيلبس وبيروحوا في مطعم. سون بيقوله عايز ايه؟
جنوبي يدخل في الموضوع على طول بيقول له أنا عايزك تساعدني أكون مدير النقابة جديدة اللي أبويا عايز يفتحها. سون بيقول له طب أنا إيه علاقتي بكل ده؟ قال له لو ساعدتني وحققت إنجازات كتير أبويا هيوافق إني أكون مدير النقابة، كل اللي عايزه تيجي معايا نخلص على كام مغارة مع بعض. سون بيقول له أنا مش موافق وقام يمشي. جنوب بيقول له على طول دي مبنى قيمتها 3 مليار، لو وافقت هتبقى بتاعتك، بس تخلص معايا 20 مغارة من الرتبة التالتة وبعد كده هتبقى بتاعتك ومش عايز منك حاجة تاني. سون بيفكر إنها فرصة لكن مش لازم يظهر قوته دلوقتي لحد، عشان كده بيرفض وبيمشي. جنوب بيحاول لكن مفيش فايدة. وفي نفس الأثناء ديت كان في صياد اسمه هونج متضايق جدا ومتعصب. بيطلع ده أخو دونسك زعلان جدا إنه اتقتل في مغارة، وبيسأل المساعدة مين اللي كان معاه، بتقوله في 2 بس هم اللي نجوا. بيبص عليهم وبيقول أكيد هم دول اللي قتلوه، أنا جاي. وبيروح لسون وبنلاقيه مستمر في التمارين اليومية بتاعته وبيتعرف أكتر عن النظام، وبيكتسب مفتاح تاني لجزيرة اسمها جزيرة الشيطان اللي ظهرت له في صندوق عشوائي. بيفرح جدا وشكله هيروح يكتشفها. شكرا على المشاهدة، ما تنساش تتابعني وتشترك معايا. وآخر حاجة أقولها سبحان اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.